مش عايزين ننسى ان احنا في الدنيا، والدنيا فيها ظالم ومظلوم، ويوم القيامة في لقاء. إن يوم الفصل كان ميقاتا، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا رسول الله، سيدنا الزبير بيسأله: أتعاد الخصومة أمام الله؟ قال: نعم. يعني الخناقة هتتعاد قدام ربنا، وربنا اللي يفصل بين الناس. ومش عايز حضراتكم ننسى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ده لعب. حقيقة الحياة ستظهر بعد مفارقة الروح، لما الإنسان ينزل في قبره، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني الحياة الحقيقية، لو كانوا يعلمون. النعيم الحقيقي لا، وبعيد عنك، والعذاب الحقيقي. وبالتالي يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. يا ريت ولا في مظلوم ولا ظالم، يعني يا ريت الواحد يبقى كويس ولا لا يظلم ولا يتظلم. لكن في الآخر لو ما فيش غير اختيارين بس، لا، ما تبقاش ظالم خالص. لأن الله جنب المظلوم، يستجيب دعاءه وينصره في الدنيا والآخرة. ولو خدت لقطة صغيرة كده من حياتك، ممكن تبقى فيها مظلوم والظالم بيحتفل دلوقتي بقرشك اللي سرقه منك، أو بيحكي حكايتك وهو بيهزقك وهو أصلا ظالم ليك. بس دي لقطة صغيرة قوي. وربنا قال: سيجعل الله بعد عسر يسر، وقال: إن مع العسر يسر. فما تحكمش على لقطة حد ظلمك وهو دلوقتي عايش حياته مبسوط، لأن قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فادعي أن ربنا ينصرك، وأكثر بهدوء وسكينة بحسبي الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربنا قال كده في آل عمران، وربنا يتقبل إن شاء الله. صبر كل إنسان حاسس بالظلم.